النهارده في التطوير العقاري تبقى شركه PRE عرض قوي جدا جدا للعملاء اللي هي مهتميه ان هي يبقى عندها فيلا بس في زايد القديمه او دوبلكس في لوكيشن مميز جدا. باوند ايفوار على مساحه 77 فدان. الكاميرا ممكن تقرب معايا كده. ده كومباوند موجود في زايد القديمه. عندي هنا تبقى الربوه، وطبعا اعتقد ان كل الناس عارفه مستوى الربوه. عندي هنا ايتابا سيتي ايدج، عندي المول بتاع ايتابا سيتي ايدج، ده يبقى المدخل زايد واحد. عندي هايبر هنا، فطبعا لوكيشن قوي جدا. ده مشروع على مساحه 77 فدان، فيلات استاندالون بس ودوبلكسات بس. هيبقى التسليم بتاعه بعد 4 سنين، وشركه PRE تبقى عامله شراكه مع هيئه المجتمعات العمرانيه في الكومباوند ده. دي الفيلات الستاندالون بتبتدي معايا من 278، اسعارها بتبتدي معايا من 18,500 وبتوصل معايا لحد 21 و22 مليون. وعندي المساحه الكبيره من الفيلات الستاندالون هتبقى ال 345، ودي سعرها بنتكلم في رينج ال 23 مليون ل 24 مليون على حسب الفيو بتاعها. المشروع كله استلامه بعد 4 سنين، أنظمة السداد 10% والباقي على 8 سنين. اللوكيشن ده مش موجود، والأرض دي مطورين كتير جدا كانوا عايزين الأرض دي. دخلت شركة PRE بالعباءة المالية قوية جدا واشترت قطعة أرض من أميز قطع الأراضي اللي موجودة في زايد القديمة. بالنسبة للدوبلكسات عندي مساحتين من الدوبلكس. عندي ال 233 متر أسعارها بنتكلم في حوالي 9 مليون 500، وبتوصل معايا المساحات في الدوبلكس لحد 300 متر. لو قربنا هنا كده هنلاقي ان دي الدوبلكسات حوالين المشروع، وعندي الاريا كلها اللي في النص دي كلها الفيلل الستاند الون. مفيش ولا تاون ولا توين في المشروع ده. ده مشروع من المشاريع المميزة جدا في زايد القديمة. اللي مهتم من حضراتكم يقدر ان هو يكلمني على رقمه، ودايما بقدم لحضراتكم في كل منطقة في مصر أفضل مشروعين أو 3 مشاريع موجودين في المنطقة دي. نكون دايما عند حسن ظنكم، وشكرا جدا لكم.